السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب تغيير في حالة الطقس، احتمال لتساقط الأمطار خلال أمسية الغد ستخص الواجهة الساحلية الوسطى وكذلك الشرقي، لكن خلال الصبيحة ضباب سيكون كثيف مع سحب سفلى تقريبا على جل المناطق الشمالية، لتصبح الأجواء كما قلت غائمة مع بعض الأمطار على السواحل الوسطى والشرقية. أجواء صحوة على الجنوب بعد سحب من النوع العالي ستنتشر من أقصى الجنوب نحو مرتفعات الهوغار والتاسيلي. في الدرجات دون الصفر، طقس بارد على منطقة الأوراس، مقاييس ما بين 5 درجات لغاية 6 درجات على السواحل، 11 درجة على الصحراء الوسطى، 12 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال الظهيرة درجات الحرارة القصوى ستعرف بعض التراجع على الواجهة الساحلية مقارنة باليوم تقريبا على كافة السواحل، وتتراوح ما بين 17 لغاية 18 درجة، تنخفض على الهضاب لن تتعدى 13 درجة، 17 درجة على شمال الصحراء، 21 درجة على تندوف، 18 درجة على ولاية جانت، ترتفع لغاية 25 درجة على أقصى الجنوب. حتى البحر يبقى هادئ خلال يوم الغد على السواحل الوسطى، لكن قليل الاضطراب شرقا وغربا، رياح ضعيفة لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. أمطار خلال يوم الغد إن شاء الله على كل من برلين، كذلك باريس، أيضا إسطنبول، وأيضا أقول لندن 13 درجة، 14 درجة على باريس، روما أجواء متقلبة مع 17 درجة، أجواء مشمسة على مدريد ولشبونة، مقاييس ما بين 13 إلى غاية 16 درجة. غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 5:45 دقيقة. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.